السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبعافية وزي الفل. في البداية ما تنساش ان انت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما تنساش الصلاة على الحبيب مهمة جدا. بعد ما صليت على الحبيب تعالى نبارك لفريق كرة السلة بالنادي الاهلي الفوز ببطولة البال رقم 3، البطولة اللي بينظمها NBA. النادي الاهلي قدر ان هو يكسبها بعد ما كسب فريق السنغالي في المباراة النهائية بنتيجة 80-56، وبكده النادي الاهلي بيصعد لكاس العالم للانديه اللي هتكون موجوده في سنغافوره. فانجاز تاريخي جدا، انجاز عظيم جدا بيعمله النادي الاهلي. عايز اقول لك ان يمكن بتوع البليله كانوا السنه اللي فاتت ولا بتاعه كانت البطوله دي منظمه عندنا وطلعوا الاخير، يعني انت متخيل؟ فالبطوله دي بتبقى صعبه جدا. وكره السله يعني عموما مش افضل حالاتها، يعني احنا مش اجمد حاجه يعني، وبالتالي كون ان انت تقدر ان انت تعمل الحوار ده فده يعتبر انجاز تاريخي يحسب ليه المدير الفني مبدئيا للنادي الاهلي الاخ اوجوستي بوش، اللي نقل كرة السلة في النادي الاهلي نقلة تانية، يعني خد الفريق من حتة لحتة تانية. احنا كنا بصراحة على باب الله في اللعبة دي، ما كانش لينا فيها ولا كنا الهوا، ولكن بقدوم الراجل ده عايز اقول لك يمكن خدنا بطولات كتيرة جدا مع الراجل ده. يعني مبدئيا كده بطولة البال اللي انت خدتها، خدت كمان دوري السوبر المصري خدته مرتين، كاس مصر خدته مرتين، دوري المرتبط مرتين، دوري القاهرة مرة، بطولة العربية مرة، وكمان اديك داخل في كاس العالم للأندية، مين عارف ممكن تعمل فيها انجاز. وبالتالي فأوجوستي هذا ما يطلق عليه صفقة القرن، الراجل اللي دخل يعني مكان ما كانش ليه فيها فجأة تحول لعملاق فيها. فبصراحة هي صفقة قرن، انا بشوف ان اوجوستي صفقة قرن. نفس الكلام برضو انا يعني ممكن نطبقه على مارسيل كولر. انا برضو بشوف ان مارسيل كولر برضو نفس الكلام اللي بيطبق على اوجوستي، نفس الكلام برضو انا بشوفه على مارسيل كولر. بشوف برضو ان هو مدرب هيكون مدرب تاريخي للنادي الاهلي وهيعمل انجازات تاريخية. الراجل في بطولة الدوري ماشي بشكل قوي جدا، جاب لك بطولة الكاس، بطولتين كمان سوبر، والراجل ماشي بشكل كويس وخطة ثابته ناحيه ان هو يحقق بطوله الدوري. وكمان انت بتلعب على المباراه النهائيه في دوري الابطال، وان شاء الله باذن الله نحسمها، فيبقى موسم تاريخي يعني حاجه عظيمه جدا. تبقى بص خدت كل حاجه في اي حاجه، وان شاء الله يعني ايه، يعني انا متفائل بمارسيل كولر ان هو هينقل النادي الاهلي نقله قويه جدا زي ما اوجوستي نقل السله في النادي الاهلي نقله تانية. عايز اقول لك ان الكاف بعت لاتحاد الكوره جواب بيقول له فيه ان احنا عايزين بنستفسر عن عدد الجماهير اللي هتحضر في مباراه الاهلي مع الوداد المغربي، وقال لك من الاخر ان احنا بنطالب تكون المباراه بالسعه الكامله. هو بيقول لك ان المباريات النهائيه لازم تكون بالسعه الكامله، وبالتالي الكاف بعت الجواب ده عشان يشوف الدنيا ماشيه ازاي. طبعا الاتحاد خد الجواب بعته للنادي الاهلي وبعته للجهات الامنيه، وكان في اجتماع حصل ما بين الاهلي اللي هي لجنه المباريات مع الناس في الجهات الامنيه عشان يحددوا الموضوع والكلام ده كله. طبعا في ناس بتقول لك هو الموضوع ليه اتاخر والكلام ده كله، لانه لسه شويه انت محتاج ان انت بتتفاهم على بعض الحاجات، في حاجات بتظبطها. الكلام اللي طالع ان انت بعد مباراه سيراميكا كليوباترا هيطلع العدد والدنيا هتبقى يعني تمام، والكلام انها هتبقى السعه الجماهيريه الكامله في المباراه، فدي حاجه لازم برضو تكون عارفها. بمناسبه مباراه سيراميكا كليوباترا فالنهارده كان في تصريحات مهمه جدا للسيد حلمي طولان، وده مدرب فريق سيراميكا كليوباترا الجديد بعد ما معين الشعباني مشي. فحلمي طولان كان ليه كلام النهارده مهم جدا، اتكلم على فريق النادي الاهلي وقال لك ان فريق النادي الاهلي بيضم لعيبه كبيره جدا، وقال لك ان يعني فكره الروتيشن وان النادي الاهلي ما بيلعبش باقوى حاجه عنده عشان بطوله افريقيا وممكن ان هو ينزل قدام سيراميكا يكون مكبر دماغه. قال لك ان الاهلي بيضم 35 لاعب وكلهم على مستويات عاليه، وقال لك ان لعيبه النادي الاهلي تعتبر احسن لعيبه في مصر، اتكلم في السكه دي. في حاجه يمكن هو اتكلم فيها وليها علاقه بشادي حسين، وقال لك ان هو طلب، يعني لما الناس في سيراميكا قالوا له على موضوع شادي حسين وهل انت عندك مانع ان شادي حسين يرجع تاني لفريق سيراميكا، فالراجل رحب وقال لك ان شادي حسين لعيب كويس جدا وهو موافق على عودته مره تانية سواء هو او حتى مصطفى سعد مصري، فهنشوف. فبالنسبه لشادي حسين طبعا انت عارف ان يعني ايامه في النادي الاهلي تعتبر قليله. الكلام او المخطط السيراميكاوي
السيراميكاوي ده بتاع سيراميكا ان هم يعملوا صفقه تبادليه، انت تاخد شكري ترجعه تاني وهم ياخدوا شادي حسين. ده يعني هم بيفكروا في كده، ان انت طب بدل ما تدفع ثمن شكري اللي هو 8 مليون جنيه ادينا شادي حسين وخد ده في ده وخلاص. طبعا انت جايب شادي حسين بما يعادل حاجه و20 مليون، فهتطلعه ب 8 مليون يبقى انت خسران الصلاه على النبي حاجه 12 مليون. فيعني طبعا انا يعني اللي عمل صفقات النادي الاهلي الصيفيه دي بصراحه لازم يحاسب حساب عسير جدا، لانه عمل صفقات في فتره ما فيهاش مدير فني، وبالتالي فالموضوع كان صعب جدا، واتظلمت لعيبه معاك. يعني انت اتظلم عندك مصطفى سعد ميسي، اتظلم عندك شادي حسين، لسه برونو سافيو ادينا بنقول يا مسهل. فانت ثلاثه اللي جم في الفتره دي اتظلموا ظلم باين. ده طبعا غير شنطه اللعيبه اللي جت من وادي دجله، اللعيبه الكتير، عبد الرحمن رشدان وكريم الدبيس ومش عارف ايه، والناس دي كلها اللي ما بتلعبش ومش هتلعب. فبالتالي اللي عمل الميركاتو ده بصراحه يجب ان يحاسب، لانه بصراحه دبس النادي الاهلي في صفقات لا قيمة لها على الإطلاق. طبعا الموضوع اختلف في يناير، لأن أنت كان عندك مدرب والمدرب عارف احتياجاته، وبالتالي فالموضوع اختلف، فجبت مروان عطية فالدنيا طلعت قماش، جبت عمنا كريستو. اعتقد ان الصفقه دي هتدخل عائد كبير للنادي الاهلي، والراجل زي ما انت شايف عامل شغل كويس جدا في كاس العالم. وزي ما انا قلتها لك وباكدها لك كتير، ان اللاعب ده مش هيطول كتير في النادي الاهلي وهيكون محترف في السريع السريع. ف يعني وعندك كمان صفقة القندوسي إلى حد ما شغالة، فالدنيا ماشية في الموضوع ده. إنما طبعا الصفقات الصيفية ففشلت فشل ذريع. زي ما بقول لك الخطة بتاعت سيراميكا إن هم يعملوا كده، فهنشوف بقى الحوار ده هيمشي على إيه. فده حوار سيراميكا. الحاجة اللي كمان لازم تكون عارفها، وهو خبر انتشر النهاردة بشكل كبير جدا، وهو له علاقة ببوبو. بوبو وتوقيعه للنادي الاهلي. ممكن بوبو كمان كان ليه تصريح، والنادي الاهلي النهارده برضو في اكتر من مسؤول ادى تصريح لموضوع بوبو. طيب تصريحات بتتكلم على ايه؟ تصريحات النادي الاهلي بتقول لك ان بوبو لعيب كبير، لعيب مهم، لعيب حاجه كويسه جدا، ملتزم في الملعب، ملتزم خارج الملعب، من ضمن اولوياتنا، بنحب بوبو، الكلام الجميل ده كله. طب بوبو يا سلام، ده شرف كبير ليا النادي الاهلي، ده حاجه عظيمه جدا، ده الاهلي ده حاجه جميله، والكلام ده كله. ولكن الاتنين اتفقوا في حته في الاخر، اني والله لسه ما فيش اي حاجه ما بيننا وما بين يعني بعض، يعني بس احنا بنحب بوبو وهو بيحبنا وبس. يعني هي وقفت عند الحته دي. طيب واحد يقول لي هل صفقه بوبو ممكن تكون موجوده مع النادي الاهلي؟ انت قلت لنا من فتره ان الموضوع صعب، وما زلت بقول لك ان الموضوع صعب، ولكن اقدر اقول لك ان النادي الاهلي اتفق مع بوبو، مع وركز في الكلام، مع بوبو اتفق معاه على انه يكون موجود في النادي الاهلي. ولكن الكلام مع بوبو لسه مع فيوتشر، ده بقى قصه تانية. انما انت كلاعب اتفقت معاه، اتفقت معاه، خلصت معاه، خلصت معاه. طب هل بقى فيوتشر هيخلص معاك؟ هنا بقى نبدا نشوف، هنا نبدا نشوف الحوار ماشي ازاي. فكتخليص مع لاعب انت خلصت، كتخليص بقى مع نادي ده هيبقى حوار انا بشوف انه هيبقى صعب شويه، مش هيكون سهل. في ورقه انت بتناور بيها اللي هي ورقه المعارين اللي انت مديهم لفريق فيوتشر، وارد جدا ان انت تسيبهم خلاص لفيوتشر، ووارد جدا ان هم يرجعوا لسه. انت دي ورقه انت بتناور بيها، فهتشوف الدنيا ماشيه ازاي. بس الاقرب ان خلاص يعني تقدر تقول ان الموضوع قريب بعكس فتره الصيف. فزي ما بقول لك تصريحات النادي الاهلي ما نفتش، مش زي كل مره مثلا لما بيبقى في لعيب طلع عليه الاسم بيطلع ينفي او الكلام ده كله. لا، الاهلي ما نفاش المره دي، وقال لك ان احنا كنا عايزينه وكنا هنخلص معاه، ولكن البطوله الافريقيه وفيوتشر والكلام ده كله يعني بوظت الدنيا والكلام من القصص دي. فدي حاجه لازم تكون عارفها. فده بالنسبه لموضوع بوبو. حاجه اللي كمان لازم تكون عارفها، يمكن اتحاد الكره طلع النهارده رد على موضوع عقوبه قفشه، وقال لك ان قفشه مفيش اي عقوبات عليه، ومراقب المباراه وحكم المباراه والناس اللي موجوده قالت ان مفيش اي حاجه، واللاعب ما عملش اي حاجه. طبعا بعد الحوارات اللي حصلت امبارح، فاللاعب ما عندهوش اي مشكله. منتخب مصر خلي بالك عنده مباراه مع غينيا، اللي هي المفروض هتبقى بعد النهائي، يعني بعد ما نخلص النهائي ان شاء الله باذن الله ونكون كاسبين بطوله افريقيا. فانت عندك مباراه مع غينيا في المغرب. المهم غينيا بعديها هتلعب مع البرازيل، يعني غينيا هتلعب مع البرازيل، قالت لك والله انا هلعب ماتش ودي مع البرازيل. فاحنا بقى ايه، طبعا الفتره دي اجنده دوليه، فانت عندك منتخبات كتيره تبدا ان انت تدور عليه. فاحنا اتحاد الكوره بقى بالصلاه على النبي قام لافف بقى ايه، وجايب لك منتخب جنوب السودان هنلعب معاه يوم 18/6 على استاد القاهره.
مع احترامي لجنوب السودان، بس ايه اهمية مباراة زي دي للمنتخب؟ يعني مع احترامي، انت جايب منتخب اقل بكتير جدا من ان انت يعني، يا ريت حتى السودان يعني، لا ده جنوب السودان يعني ما اعرفش. يعني فهنشوف الدنيا ماشية ازاي. بس كده. السلام عليكم.